السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إزاي تذاكر البرمجة من أول يوم. لو أنت طالب بكالوريا إن شاء الله تبقى طالب بكالوريا كويس، نظام حديث، نظام جديد، لسه مادة أول مرة يتم تدريسها في السنة بتاعتك. آه، وخليك عارف أو أنت عارف إن البكالوريا سنة تانية زيها زي سنة تالتة بالظبط، فهي شهادة. انت طالما دخلت الفيديو يبقى انت نظام بكالوريا، وكمان مسار الهندسة وعلوم الحاسب. ان شاء الله تبقى مهندس قد الدنيا، فلازم تبقى عارف ان انت تبقى مهندس. والمهندسين مش زي بقية البشر، بيفكروا ومش بيحفظ. وجات لك بقى المادة اللي انت بتحبها، البرمجة، دي مش بتاعت حفظ خالص خالص خالص. ايه هي البرمجة اصلا؟ قبل ما تدخل بقى على المحتوى الفعلي للمنهج بتاعك، لازم يبقى عندك علم يعني ايه برمجة. سيبك من سنة أولى، أكيد أنت نسيتها وما كانتش بتضاف للمجموع، فكان بتعرفك الفرق بين المعرفة والبيانات والبرمجة والأكواد. ما كانتش مهمة، مع إنها أساسيات مهمة جدا. أنا بتكلم على الجانب التعليمي، كانت مادة مش بتضاف للمجموع. لكن دلوقتي المادة بقت أساسية، عليها تقريبا 100 درجة، فزيها زي بقية المواد اللي هتبقى معاك في المسار، زي العربي، زي الرياضيات، زي الانجليش. البرمجة مش اللي انت عندك فكرة او تصور عنها، مش هي الاكواد اللي بتبقى طايرة دي، واحد لابس باروكة وقاعد، ولا لابس هودي اسود وقاعد. لا، مش هو ده خالص. البرمجة هي طريقة تفكير لحل المشكلات. اما ايه الاكواد اللي هي بتطلع في الشاشة دي وبنشوف ناس عندها ملايين الاسطر من الاكواد؟ ايه دي؟ البرمجة طريقة التفكير. ازاي؟ عندنا الاول طريقة تفكير، بعد كده هنا في بروسيسنج بتتم، بعد كده عندنا الاوتبوت او الناتج النهائي اللي احنا بنقدر نستخدمه فعليا، سواء بقى ابليكيشن موبايل، لعبة، ويب سايت نقدر نشتري من عليه حاجات زي امازون ونون وجوميا وبيتك، اشهر المتاجر الالكترونية في مصر. اللي في النص البروسيسنج ده هو عملية تحويل الفكرة أو حل المشكلة للمنتج الفعلي، هو ده الكود. لكن الكود مش هو البرمجة. البرمجة هي العملية كلها التلاتة: حل المشكلة، والكود، والاوتبوت أو المنتج النهائي. هي دي البرمجة. كمان دخلتك على دورة حياة المهندس، أنا بعيشك حياة المهندس إن شاء الله عشان تبقى زيه. اول حاجه قلت لك هي التفكير، طريقه التفكير. قبل سيبك بقى من مرحله الكود دي خالص، عندك طريقه التفكير الاول، بعد كده الكود، كتابه الكود بشكل صحيح. وفي انماط لكتابه الكود كتيره جدا ان شاء الله هنتعرف عليها، وازاي بنكتب الكود ده. واعرفك كمان ازاي تكتب كود اونلاين. يعني ممكن ان شاء الله تذاكر على الموبايل بتاعك برمجه وتطبق كمان عملي معانا. اخر حاجه معانا التطور. انت بقى عملت الفكرة وعملت المشروع، ازاي بقى تطور الفكرة دي، وازاي تتدرب، وازاي تعمل مشاريع. الحاجات دي كلها مهمة جدا في عالم البرمجة والتكنولوجيا. لو سمعت حاجة اسمها جيت، على شكل قطة كده، موقع إلكتروني مشهور جدا بين المبرمجين في العالم كله. جيت ده هو التدريب بتاعك، أو من أهم المواقع اللي انت بتستخدمها في حياتك كمبرمج. بتبدأ ان انت تبني عليه سي في محترم جدا، تبدأ ان انت تحط عليه المشاريع بتاعتك وتطورها وتعلى بيها، تروح لأي شركة انترناشونال تقدر ان هي تعرف المشاريع اللي اشتغلت عليها، ازاي بنيت الاكواد، طريقة التطور بتاعك في البناء. بس كده. مفيش حاجة تاني. انا عرفتك ازاي تذاكر البرمجة بشكل بسيط جدا.
عشان تبقى داخل عارف على الأقل ايه هي البرمجة. وان شاء الله ابعت للرقم اللي ظهر قدامك دلوقتي ده وتابع معانا، وان شاء الله يبقى كورس كويس جدا جدا للسنة الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.